صباح الخير او مساء الفل على حسب التوقيت المحلي في بلدكم، مش هتفرق صباح او مساء. اهم حاجة ان كل الزملكاوية فرحانين، فوز مهم جدا في وقت مهم جدا على اخر لحظة. كانت الفرصة الاخيرة بس بقت البداية، ان شاء الله هي البداية مش النهاية خالص. الزمالك بيقصى على الترجي التونسي 3 مع الرأفة والرحمة. تحسن ملحوظ جدا واضح في خط الهجوم وخط النص وخط الدفاع بالتحديد. هدف الترجي التونسي بس هو اللي كان فيه غفلة. اي فرقة دفاعها بيغفل لحظة بيتعاقب على طول. ده ما يقللش من مجهود المدافعين ومجهود اشرف رؤى ومجهود دونجا. الغلطة الوحيدة اللي حصلت اللي يجي منها الهدف، اشرف رؤى ما ضغطش بدري على لاعب الترجي التونسي قبل ما يرمي الثرو. دونجا كان واقف بعيد يتفرج. هي دي بس الغلطة الوحيدة والغفلة الوحيدة. ده برضو عشان البدني بتاع الزمالك، اللعيبة بدنيا كانت واقعة جدا. ابتدت ترجع حاجة في حاجة، ابتدت ترجع واحدة واحدة. غلق مساحات الزمالك كان توب. فيريرا ذاكر الماتش كويس، فيريرا عمل احتياطاته، فيريرا رجع، فيريرا اتمنى ان هو يستمر. اشرف رؤى برنس خط النص الدفاعي كان بينزل يلعب ليبرو مع المدافعين، كان قافل الدنيا خالص، يطلع باص صح، بيلعب كرات صح. اشرف رؤى كان ممتاز. سيف فاروق جعفر ملك النص زي كابتن فاروق جعفر بالظبط، ان شاء الله ليه مستقبل عالي. الراجل بيلعب هجوم، بيلعب خط نص، بيلعب دفاع، بيستخلص الكرة، بيلعب ضغط على الخصم، دريبلر، بصير، كرييتيف بلاير، فنيات عالية جدا. عارف امتى يلعب الكرة من ورا المدافعين، امتى يلعبها عالية، امتى يلعبها على الارض، امتى يرمي ثرو، امتى يتحرك بين الخطوط. لعيب ممتاز جدا، ان شاء الله يستمر على كده. اهم حاجة الاستمرارية، اهم حاجة الاستمرارية والعطاء وبذل الجهد زي المباراة بالظبط، زي المباراة دي بالظبط. صبحي لزيزو، زيزو يلم، زيزو عدى، زيزو رفع لسيف الجزيري، سيف الجزيري غطس كأنه بيعوم، هوبا لو لمسها بس بدماغه. وهو ده اللي حصل في الجون. الهدف الثالث بهجمة مرتدة تدرس، هجمة من بتوع ليفربول، هجمة من بتوع أليسون وصلاح. حصل أخطاء في المباراة، حصل. فريرا أخطأ، أخطأ. اللعيبة أخطأت، بس الإجمالي فوز. 3 نقط مهمين جدا ان شاء الله هيبقوا بوابة الصعود بأمر الله. فنيا المباراة كانت أفضل بكتير من المباريات السابقة. مصطفى شلبي ابتدى يظهر، ابتدينا نشوف إبراهيم انداي ضيع انفراد بس عشان رجله مش في الملعب على طول، بس ان هو يتحط في المكان ده ويوصل لانفراد ياخد بوينت. المسلوسي روح عالية جدا في الدفاع. احمد فتوح قائد جديد لنادي الزمالك. احمد فتوح قائد، احمد فتوح مهاري، احمد فتوح لعيب جامد جدا. افتقدناه في المباريات السابقة ورجع، وان شاء الله يستمر على عطائه الدائم. انا عامل جبهة كويسة جدا مع مصطفى شلبي، ان شاء الله نشوف الجبهة دي اكتر واكتر. عايزين نشوفه برضه لعيبة جداد، عايزين نشوفه ناصر منسي، عايزين نشوفه احمد بالحاج، عايزين نشوفه يوسف اسامه نبيه، عايزين نشوفه سامسون اكينولا، عايزين نشوف كل اللعيبه، عايزين نشوف عمرو السيسي وهو متالق، مش عمرو السيسي بتاع المباريات السابقه. محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد 100. نيمار لما نزل وقف على الكوره عمل تحركات جيده جدا. في نهايه المباراه بعد ما المباراه خلصت، قائد الفريق احمد فتوح جمع كل اللعيبه وعملوا اجتماع صغير في نص الملعب. روح كانت عالية جدا وعندهم اكتر، اللعيبة عندها اكتر، نادي الزمالك عنده اكتر، فريرا عنده اكتر، الجهاز الفني عنده اكتر. الونش ان شاء الله لما يرجع عايزينه، الونش محتاجينك كونش. الف مبروك لينا، الف مبروك لجمهور نادي الزمالك. هارد لك للترجي، كل التوفيق لنادي الزمالك في اللي جاي ان شاء الله. الزمالك لازم يرجع لمكانته الطبيعية. مرعب افريقيا، اكتر نادي حاصل على البطولات في القرن ال21. الزمالك لازم يرجع لمكانه الطبيعي. بس كده اشوفكم على خير ان شاء الله، ومن انتصار لانتصار يا زمالك. السلام عليكم.